السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل البلوفر اللي انتوا شايفينه ده. هو بلوفر من الكروشيه. معمول بطريقة الوحدات، سهل جدا وبسيط ازاي تظبطي الوحدة وتعمليها شكلها جميل، وازاي كمان تثبتيهم بالطريقة الحلوة دي، وازاي تعملي الكمر ده. ما شاء الله يعني، والنتيجة تطلع كويسة جدا. عملته من خيط هيمالايا افريداي. عملته على فتلتين، رمى معايا الشغل بسرعة وما شاء الله النتيجة يعني زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تحفة. ان شاء الله تابعوا الفيديو فيه كل تفاصيل كمية الخيط والإبر اللي انا استخدمتها وكل حاجة عن البلوفر الجميل ده. تقدري تعمليه أطفال أو كبار على حسب. طبعا أنا هقول لكم برضو المقاسات أخدتها ازاي، وإن شاء الله كل ده موجود في الفيديو. البلوفر ده كده مقاسه لو قسنا بالمزورة من أول الكتف لغاية تحت اهو زي ما انتوا شايفين 50 سنتي. عشان اطلعه 50 سنتي عملت طول المربع بتاعي 15. فلو قلنا ان المربع عملت 3 مربعات 15 و15 و15 طلعوا 45. وبعدين الكمر بتاعي عملته بقية المقاس بتاع الطول اللي انا واخداه. طيب انا دلوقتي لو عايزة اعمله اطول، انا برضو هطلع الكمر بقى حوالي 7 سنتي او 10 سنتي زي ما انتي حابة تعمليه عريض او مش عريض. وبعد كده هقسم بقية المقاسات على الثلاث مربعات بتوعي. يعني مثلا لو انا عايزاه 60 سنتي، هطلع مثلا طول الكمر، وبعد كده هقسم مثلا ال55 سنتي اللي هيفضلوا على الثلاث مربعات. لو انا عايزاه صغير لأطفال برضو هاخد الطول اللي انا عايزاه، هشيل منه 5 سنتي للكمر، وهقسم اللي فاضل من السنتيمتر ده على 3، وهعمل طول المربع. بالنسبة للوسع البلوفر ده انا عاملاه مقاس ميديم. طيب انا دلوقتي لو عايزة اعمل مقاس لارج هزوده عدد السلاسل اللي انا ابتديت بيها المربع، انتي هتزودي سلسلتين عليها. طيب لو انا عايزاه اكس لارج هتزودي 4، وهكذا كل مقاس هتزودي 2 على المقاس اللي انا عاملاه. كده هتعمليه ان شاء الله بكل سهولة. طب لو حبينا نعمله اي مقاس انتي حباه، سواء اطفال او حد بنات يعني سن محير، هتجيبي بلوفر ليها او سويت شيرت وهتقيسيه بالمزورة. فرضا ان هو طلع 40 سنتي الوسع بتاعه، هناخد بس المرد يعني هنطرح منهم المرد اللي هو 4 سنتي، هيفضل عندي 36. يبقى أنا كده لما أقسم 36 على 4 هيفضل يبقى أنا عايزة كل مربع طوله حوالي 9 سنتي. طيب كل اللي أنا قلته ده هو الجزء النظري. العملي أسهل بكتير، أنا بس حبيت أوضح للي عايز يزود في الوسع أو الطول، اللي حابب يعمل مقاس معين مثلا أطفال أو كبار. لكن إن شاء الله الطريقة العملية هي أوضح وسهلة جدا، وهنشوف الطريقة مع بعض. هنبدأ كده ونشوف طريقة عمل المربع أو الوحدة بتاعة البلوفر. زي ما انتوا شايفين المربعات اللي أنا عاملاها، هقول لكم العدد وهقول لكم كمان الطول بتاعها تعمليه ازاي. مبدئيا كده أنا استخدمت كمية الخيط اللي أنا استخدمتها في البلوفر هي حوالي 650 جرام. جبت من كل لون بكرتين، وزودت بس نص بكرة من اللون اللي هو ده اللي هو الأوف وايت. أنا عملت كده من كل لون 8 مربعات، 4 مقاس و4 مقاس تاني خالص. هقول لكم ليه. هعمل مثلا الطول واحد بس العرض هو اللي مختلف. هيبقى فيه العرض اللي هو الأكبر ده للظهر، وده لقدام أو لصدر البلوفر. هتفرق عشان تطلعي المرد اللي هو عليه الزراير يبقى مظبوط، وكمان شكله كويس. كمان اللون ده عملت منه اهو 4 صغيرين و4 كبار. وكمان اللون التاني اللي هو الخيط اللي هستخدمه هو خيط هيمالايا افريداي. حسيت ان هو ناعم، فيه لقيت خيط تاني من هيمالايا اتخن شوية، بس انا كنت بصراحة محتاجة استخدم في البلوفر ده خيط سميك، بس بصراحة لقيت ان الخيط خامته معجبتنيش خالص. فقلت هجيب الخيط ده بس هعمله على فتلتين، والإبرة اللي هستخدمها مقاس 6.5، وممكن 7 كمان لو عندك، أو 7.5، يعني يا 6.5 يا 7.5. الخيط كمان أنا حبيت ليه أعمله على فتلتين. اداني نتيجة في الشغل أحسن، وكمان بيرمي معاكي بسرعة، يعني بتشتغلي بتحسي إن القطعة بتخلص بسرعة.
وشكله احلى. وعلى فكرة هو يعني فكرة لو انتي برضو عملتي الخيط على فتلة واحدة هتقعدي تشتغلي عشان تطلعي القطعة دي، هتاخد منك وقت. بس انا شايفة ان هو على فتلتين احسن، وكمان النتيجة بتاعته في البلوفر ده ما شاء الله يعني كويسة. هعمل كده البداية بتاعتي، هبدأ كده هعمل بداية وبعدين ارتفع سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. عملت 16 غرزة من السلسلة. هرتفع كده 1 2 واخد لفة على الإبرة، وفي الغرزة رقم 16 هدخل واطلع، هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، هطلع منهم كلهم واعمل نص عمود. تاني هاخد لفة كده على الإبرة، وفي الغرزة اللي بعديها هدخل واطلع ب3 على الإبرة واطلع منهم بنص عمود. اخد لفة تاني، وفي الغرزة اللي بعد كده من غير اي تزايد كل غرزة هتقابلني هدخل فيها واعمل نص عمود، وهكذا. اهو ادي الغرزة دي برضو هعمل فيها نص عمود لغاية هشتغل كله لغاية ما اوصل لهنا. انا كده خلصت خلاص اهو عملت 16 نص عمود بالاضافة لاول ارتفاع عندي، يعني انا لو عديتهم كلهم هلاقيهم 17 بالاضافة للارتفاع اللي انا ارتفعته ده، وعملت كام غرزة؟ 16 غرزة نص عمود. خلاص كده هرتفع هعمل 1 2 والف الشغل بتاعي، وبعدين هشتغل في الحلقة الخلفية بتاعة الغرزة. هاخد كده لفة على الإبرة، وفي الحلقة الخلفية هنا هدخل واطلع واعمل نص عمود. تاني اخد لفة على الإبرة، وفي الحلقة الخلفية هنا هدخل واطلع واعمل نص عمود، وهكذا لغاية ما اوصل لاخر السطر بتاعي. مش هعمل حاجة غير ان انا هدخل كده هاخد لفة على الإبرة وادخل هنا في الغرزة دي اللي هي الحلقة الخلفية واطلع واعمل نص عمود. هفضل شغالة برضو لغاية ما اوصل لهنا. خلاص كده انا خلصت السطر كله، عملت نص عمود في الحلقة الخلفية. هرتفع برضو اهو 1 2 وهلف الشغل بتاعي، وبرضو هشتغل في الحلقة الخلفية بس. هاخد كده لفة على الإبرة وهدخل في الحلقة الخلفية واسحب الخيط، هيطلع عندي 3 على الإبرة، هطلع منهم كلهم بغرزة واحدة. تاني اخد لفة وادخل في الحلقة الخلفية، وبعدين اطلع كده، وبعدين اطلع منهم كلهم مرة واحدة. هفضل شغالة بنفس الطريقة، وهعمل عدد من السطور. كام سطر هعمله؟ هعمل 10 سطور. يعني هشتغل كده زي ما انتوا شايفين انا عملت اهو بنفس الطريقة. انا برتفع والف الشغل واشتغل على الحلقة الخلفية. فانا عملت ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده بالنسبة للمربع الكبير. المربع الصغير بقى هقول لكم برضو هنبدأ قد ايه ونعمل ايه. انا خلاص خلصت القطعة دي زي ما انتوا شايفين. هعمل لكم المربع الصغير بتاعها. يعني احنا عاملين مربع مقاس كبير ومربع مقاس صغير. زي ما قلت لكم عاملين من كل لون 8 مربعات، 4 صغيرين و4 كبار. بصوا كده الصغير برضو نفس الطريقة. انا هبدأه برضو بسلسلة. هبدأ كده اعمل البداية بتاعتي، وبعدين ابدأ بسلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى أنا عملت السلسلة اللي هي الأولانية دي المربع الكبير عملته 16 سلسلة. المربع ده هعمله 14 سلسلة. وبعد كده هعمل ارتفاع 1 2 واعمل لفة على الإبرة وادخل في آخر سلسلة أنا عملتها من 14 واطلع من ال3 كلهم بغرزة واحدة. تاني هلف كده الخيط على الإبرة وادخل في السلسلة اللي بعد كده، وبعدين اطلع من ال3 كلهم مرة واحدة. تاني هاخد لفة على الإبرة وادخل في السلسلة دي، وبعدين اعمل
نص عمود. هفضل ماشية لغاية ما اوصل لاخر السلسلة. خلصت ال14 نص عمود بالاضافة للاول ارتفاع انا عملته، وعملت بعد كده 14 نص عمود في ال14 سلسلة. هرتفع كده 1 2 والف الشغل بتاعي، وادي اول غرزة عندي في السطر. انا هدخل في الحلقة الخلفية، هعمل لفة كده على الابرة وادخل هنا في الحلقة الخلفية واطلع، وبعدين اطلع من التلاتة كلهم مرة واحدة تاني اهو الحلقة الخلفية، وبعدين اطلع من التلاتة كلهم مرة واحدة واعمل غرزة نص عمود. هاخد لفة تاني على الابرة وهدخل في الحلقة الخلفية، وبعدين اطلع من التلاتة كلهم مرة واحدة، وهكذا. خلاص كده خلصت المقاس الصغير. بعد كده هجمع كل الصغير لوحده والكبير لوحده. دول كده المقاسات بتاعتي، دول الصغيرين ودول الكبار. الصغيرين دول هعملهم للأمام للقدام، يعني للجاكيت من قدام، والكبار دول للظهر. هقول لكم بقى طريقة تثبيتهم ازاي وهنثبتهم بأنهي إبرة. ده كده اول جزء من الجاكيت، اول بلوفر بتاعي. ده امام وجنب من الجناب. انا هحاول بس اثبته لكم. عملت كده يعني الالوان دي كده جنب بعض. انا اخترت كده الالوان تبقى بالطريقه دي. هقول لكم ازاي نثبتها بابره التنظيف. كده القطعتين على بعض وابدا التثبيت. هاخد كده زي ما انتم شايفين، دي الحلقه بتاعتي او الغرزه بتاعتي. ادي حلقه هنا اهي، وادي واحده هنا. انا دلوقتي هدخل في الحلقه الخلفيه من هنا مع الحلقه الاماميه من هنا. هدخل كده الحلقه دي مع الحلقه دي واسحب الخيط كده. هاخد بس الخيط بتاعي ده احطه كده جوه علشان اشتغل عليه. هدخل هنا بس في اول حلقة اللي انا دخلت فيها تاني علشان اثبت، هدخل فيها كده تاني علشان اثبت الشغل بتاعي، وبعدين الحلقة الخلفية من هنا مع الحلقة الامامية من هنا. تاني الحلقة الخلفية من هنا مع الحلقة الامامية من هنا، وهكذا. هفضل ادخل بس في الحلقة من الخلفية من هنا والامامية من هنا لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي. هي القفلة دي احسن من في الشغل ده، يعني احسن من المنزلقة، علشان بتدينا شكل السطر بتاعنا، ما يبقاش باين ان في قفلة اصلا، وكأنك شغالة الشغل كله بنفس الطريقة. بصوا كده لما افرد الشغل بتاعي اهو، مجرد بس ان انا هشدها خلاص الشغل بتاعي اهو باين. هفضل ماشية وهقفل، هوريكم كمان هنقفل الجنب ده ازاي. هفضل ماشية بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للجزء ده. طريقة بقى قفل الجناب مفيش فيها غرزة باينة زي السلسلة اللي موجودة في الجزء التاني. فانا كده هحط الاتنين على بعض وهخلي بالي بس اخد الخيط ما بينهم، وبعد كده لو حطينا كده هنلاقي كل غرزتين قصاد بعض شبه بعض. يعني في حلقتين كده هم اللي انا بدخل فيهم كده، دي من هنا واللي شبهها من الناحية التانية. هدخل كده، يعني هي الفكرة بس ان انا بحاول اجمعه علشان يطلع الشكل النهائي كويس. بصوا كده من هنا انا بدخل من تحت واطلع لفوق، وبعدين زي ما عملت هنا هعمل في الناحية التانية، بدخل من تحت وبعدين اطلع كده، وهكذا. هفضل ماشية برضو الجنب كله بنفس الطريقة، بس اخد بالي ان السطور تبقى محطوطة على بعض كويس. بعد ما بخلص بشد بس الخيط كده كويس علشان تجمع لي القطعة بتاعتي. انا هشبك كل المربعات في بعض وهوريكم النتيجة بتاعتي هتبقى ازاي. هنا خلاص انا عملت الظهر، كل المربعات الكبيرة عملتهم، رصيتهم بطريقة معينة على حسب الالوان اللي انا بفضلها ايه جنب ايه. تقدري تعمليها برضو بالطريقة وبالالوان اللي تريحك. ده الصدر اهو، ده القطعة الاولى، وبعدين ده القطعة التانية اهي. بصوا كده عشان دي اصغر من يعني الصدر اصغر، ففضل عندي القطعة دي فاضية، هي دي اللي هشتغل عليها المرد اللي فيه الزراير. انا خلاص هشبكهم كده باستخدام برضو ابرة التنظيف زي ما عملت ووريتكم، وهسيب بس الجزء ده للكم. هسيب حوالي 20 سنتي، يعني هعمل كده بالمزورة المقاس 20 سنتي، وهحط علامة هي دي فتحة الكم.
باقي بقى انا هقفل الكتف من فوق وكمان هقفل الجناب، واسيب بس الفتحتين دول هما اللي مفتوحين علشان الكم. احط علامة بس عشان احدد الكم بتاعي بعد 20 سنتي من ارتفاع الكتف لغاية هنا. المكان ده بس اللي هيفضل مفتوح. هنقفل الجنب هنا وهنقفل فوق برضو الكتف، وبعدين نشوف هنعمل ايه. انا خلاص كده بعد ما شبكت خلاص الجناب وكمان الكتف من فوق، هبدأ اعمل الكمر بتاعي اهو. فتحة الكتف او فتحة الكم هي دي اللي مفتوحة، فانا دي بس اللي سبتها وبعدين قفلت من فوق. هبدأ بقى اعمل الكمر بتاع البلوفر بتاعي. هشتغل كده الكمر على فتلة واحدة. انا ماشية البلوفر كله على فتلتين، بس الكمر حبيت اعمله فتلة واحدة، فهاخد كده ابرة اصغر يعني، وهبدأ اشتغل. هعمل بداية سلسلة، وهاجي كده عند اول عمود من السطر وهدخل واثبت فيه البداية بتاعتي. في الحلقتين عادي خالص، مش هشتغل بقى في حلقة مثلا امامية او خلفية، لا هدخل في الاتنين وابدأ اشتغل واثبت الخيط بتاعي علشان ابدأ اعمل الارتفاع بتاع الكمر بتاعي. اثبته بس كويس كده في القطعة بتاعتي، والابرة هي زي ما قلت لكم مقاس 3.5. كده عملت غرزتين، وبعدين اعد 3 4 5 6 7 8 9 10، وبعدين 11 12. انا هعمل 12 غرزة من السلسلة، وبعدين هشتغل عليهم. هبدأ كده اعمل ارتفاع واحدة واخش في الغرزة رقم 12 واعمل غرزة حشو، وبعدين في الغرزة اللي بعديها هدخل كده واطلع بواحدة على الإبرة، وبعدين أطلع منهم هما الاتنين، ودي تبقى غرزة الحشو التانية. وهكذا هفضل أدخل في كل واحدة من ال12 غرزة سلسلة آخر السطر، وبعدين هنثبته في القطعة بتاعتي. طيب أنا بثبت فين؟ أنا بدخل في الغرزة دي كده أهي، بدخل في الحلقتين مع بعض واطلع أسحب الخيط، وبعدين أطلع بمنزلقة، وفي الغرزة اللي جنبها برضو أهو هدخل واطلع كده اسحب الخيط واطلع من الخيط اللي على الابرة، وتبقى دي غرزة منزلقة، وبعدين اعمل ارتفاع غرزة سلسلة والف الشغل علشان ابدأ السطر الجديد. ببدأ غرزة حشو وبشتغل في الحلقة الخلفية بس، وما بعملش برضو ما بشتغلش خالص على غرزتين المنزلقة اللي انا عملتهم، عشان الشغل يطلع عندك مظبوط وما يبقى الكمر كله نفس المقاس. ما بتشتغليش خالص على الحلقتين اللي هما المنزلقة اللي انت اشتغلتيهم. وفي ناس كتير مش بتظبط معاها الكمر وبيطلع مش مظبوط، علشان هي مش عارفة هي بتطلع فين او بتبتدي السطر ازاي. السطر خلاص هعمل ارتفاع وابتدي السطر الجديد. هدخل اهو في الحلقة الخلفية، وبعد كده اسحب الخيط واطلع من على الابرة بغرزة حشو تاني. هدخل كده في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو، وبرضو لغاية ما اوصل لنهاية السطر علشان اقفله في البلوفر بتاعي. انا هنا وصلت لنهاية السطر خلاص، دي اخر حلقة انا اشتغلت فيها. هدخل في اللي بعديها واعمل منزلقة، وبعدين في اللي بعديها واعمل منزلقة، وبعدين ارتفاع والف الشغل بتاعي اهو. الغرزتين دول انا مش بشتغل فيهم خالص اللي هما المنزلقة، هشتغل في الغرزة اللي بعد كده، وهكذا لغاية ما اخلص كل الكمر بتاعي. انا هفضل ماشية هشتغل بنفس الطريقة علشان الشغل بتاعي يبان. كده خلاص انا خلصت الكمر كله، وبعدين كمان عملت المرد ده نفس الفكرة، يعني الكمر عملت بس المرد نفس فكرته، بس اشتغلت على بدل 12 غرزة عملت 8 بس. يعني هنا عاملة 12 في المرد عاملة 8 السلسلة، يعني ارتفاع 8. وبعدين اشتغلت برضو نفس الفكرة، عملت عروة كده. هوريكم العروة هنعملها ازاي، هوريكم شكلها ممكن تعمليها ازاي. انا عملت عروتين بس، هشتغل قدامكم كده عروة. انا كده هبدأ السطر عادي، هدخل في اول غرزة واعمل غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة واعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل سلسلة. طيب انا عايزة العروة تقريبا مساحتها قد ايه؟ انا هعمل 4 سلاسل عشان الزرار بتاعي كبير، وبعدين هسيب 4 غرز من هنا وادخل في الغرزة اللي بعديهم على طول. يبقى انا بدأت عملت غرزتين حشو، وبعدين عملت سلسلة 4 سلاسل، وبعدين هدخل في الاتنين اللي فاضلين. يبقى كده تكون عندي 8 غرز، 2 في الاول و4 سلسلة، وبعدين 2 اهو زي ما انتوا شايفين اهي العروة بتاعتي شكلها اهي بان. بعد كده هثبت الجزء عادي او الشغل بتاعي في الجسم بتاع البلوفر زي ما كنا بنعمل هنا بالظبط.
هدخل برضو واثبتها، بس هنا كنا بنشتغل في غرزة واضحة وباينة. هنا العمود انا هعتبر كل عمودين بمثابة 3 غرز، يعني العمود طبعا اطول من الغرزة شوية، فانا هشتغل ان كل عمودين بمثابة 3 غرز. بصوا انا دخلت مثلا هنا، هسيب دي وهدخل في اللي بعديها. بعد كده اسحب الخيط واعمل منزلقة علشان اعمل ارتفاع واحدة، وبعدين الف الشغل واشتغل على الكمر بتاعي. واخلي بالي برضو ان انا مش بدخل خالص في الاتنين المنزلقة، بسيبهم وبدخل في الغرز الحشو دول، ما بدخلش فيهم، انا بدخل في اول غرزة حشو في السطر. وكده هشتغل على السلسلة برضو، اكمل السطر برضو واشتغل على السلسلة علشان العروة تظهر عندي وتبان. لو هتعملي عروة اقل او الزرار بتاعك صغير، تقدري بقى تصغري العروة، يعني تعمليها بدل سلسلة او بدل 4 سلاسل، يعني تعمليها 3 بس. ولو هتعملي موديل للاطفال تقدري تعملي سلسلتين بس، هيديكي برضو على حسب حجم الزرار انت بتجيبيه وتقيسيه. طيب هقول لكم برضو ازاي بنقفل اهو. ده عندي اهم سطرين، انا هقفل هنا مرة وهنا مرة. يعني بصوا كده، انا هدخل هنا كده واسحب الخيط واقفل بمنزلقة، هاخد بس بالي ادخل كده، وبعدين في السطر ده مرة واقفل بمنزلقة، وبعدين ارتفاع واكمل. انا هشتغل في الحلقة الخلفية واشتغل المرد كله والف حوالين الرقبة وارجع تاني انزل الناحية التانية. العروة عملتها على بعد حوالي 6 سطور زي ما انتوا شايفين. عملت العروة الأولانية والتانية على بعد 9 سطور. في حاجة برضو عايزاكوا تاخدوا بالكم منها، وانا بلف وبشتغل حوالين الرقبة احاول ادخل في الغرزة مرتين عادي، يعني بزود فيها علشان الدوران او اللفة حوالين الرقبة. هنبدأ كده نشتغل نعمل الكم بتاعنا. هعمل الاستك بتاع الكم على فتلة واحدة والابرة 3.5 زي ما اشتغلنا الكمر. هشتغل كده، هعمل عقدة البداية الأول، وبعد كده هعمل سلسلة اهي. هبدأ كده واعمل سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هعملها طولها 10 سلاسل، وبعدين هاخد واحدة ارتفاع وادخل في الغرزة رقم 10 واعمل غرزة حشو. هطلع كده وبعدين اطلع من الاتنين اللي على الابرة تاني في الغرزة اللي بعد كده اللي جنبها، هدخل وبعدين اسحب الخيط واطلع من الاتنين اللي على الابرة بغرزة واحدة واعمل تاني غرزة حشو تاني، وهكذا هفضل هدخل في كل غرزة هتقابلني واعمل غرزة حشو. طبعا لو عديت الغرز انا هكمل لغاية ما اوصل للنهاية. لو عديت الغرز كلهم هلاقيهم 10 بالاضافة اللي انا ارتفعت بيها الاولانية دي 11، فاللي برتفع بيها مش بتتحسب خالص. هرتفع كده والف الشغل بتاعي علشان ابدأ السطر الجديد. هدخل في الحلقة الخلفية كده وبعدين اسحب الخيط وهشتغل زي ما عملنا الاستك اهو، وبعدين تاني اهو في الحلقة الخلفية، وبعدين اسحب الشغل بتاعي. هفضل ماشية بنفس الطريقة. هدخل في الحلقة الخلفية اهي، حرف الفي بتاعي اهو، الشكل بتاعي اهو، دي الحلقة الخلفية بتاعته اللي هي ورا. لو انا مسكتها كده بصوا، دي الحلقة الخلفية اهي. هدخل فيها كده واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. اعمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هنا انا عملت القطعة بتاعتي 20 سنتي. بقى تحددي الطول اللي انت عايزاه، سواء بتعمليه الاطفال او بتعملي مثلا حجم اكبر تقدري تزودي فيه. خلاص كده انا جبت الخيط بتاعي. هنعمل كده الخيط على فتلتين واعمل بداية علشان ابدأ الشغل بتاعي. هبدأ كده في اول سطر هنا كده، وهدخل اثبت الخيط بتاعي في القطعة. هدخل هنا كده وبعدين احاول بس ادخل الابرة علشان دي بابرة اصغر، فهتلاقوا بس صعب ان انتي تدخلي ابرة اتخن فيها، فهي بس مش مستحيلة، يعني هي بتدخل اهي، بس في صعوبة وانتي بتدخليها. هتعملي كده ارتفاع سلسلتين علشان تبدأي الشغل بتاعك. هناخد كده لفة على الابرة وبعدين ادخل في المكان اللي بعد كده واعمل نص عمود. هطلع من ال3 كلهم اللي على الابرة مرة واحدة. تاني هاخد لفة على الابرة وبعدين هدخل في الغرزة اللي بعد كده واعمل نص عمود. طيب انا هشتغل ازاي السطر ده؟ في عندي جزء اهو بارز، والجزء التاني برضو البارز اللي زيه. اي جزء بارز انا هدخل فيه نص عمود. الجزء بقى اللي هو داخل لجوه اللي هو فيه بروز من ورا ده، اللي هو اللي في النص بين الاتنين اللي بارزين، هدخل فيهم 2 نص عمود. يعني هدخل كده في المكان ده
نص عمود، وارجع الف الشغل تاني وادخل في نفس المكان نص عمود تاني، وبعدين في المكان البارز ده هدخل نص عمود، يعني واحد بس مش اتنين بس. الشغل بتاعي كله عبارة عن مرة هدخل في الغرزة عمود او نص عمود واحد يعني، والمرة اللي بعديها هدخل 2 نص عمود، يعني هيبقى فيه تزايد. هخلص السطر وهقول لكم هنعمل ايه. انا كده خلصت السطر بتاعي اهو كله. دخلت مرة عمود ومرة نص عمود، لو عديناهم كلهم هنلاقيهم 46 غرزة. كده خلاص انا عملت اول سطر اللي هشتغل عليه الكم كله. هرتفع كده سلسلتين، وبعدين في الحلقة الخلفية هشتغل نص عمود، واعمل الغرزة العادية خالص اللي انا اشتغلت بيها المربعات بتاعتي. كل غرزة هتقابلني هعمل فيها نص عمود في الحلقة الخلفية، وارتفع وابدأ السطر من جديد من غير اي تزايد. هو التزايد اللي عملته في الاول ده هو اللي هيديلي الوسع بتاع الكم بتاعي. انا اشتغلت برضو كده الكم التاني باللون التاني ده، عملت اهو واشتغلت حوالي كذا سطر هكمله علشان اقول لكم هنعمل ايه. انا حبيت اعمل كم لون وكم لون، والاتنين برضو هكملهم باللون اللي هو الاوف وايت من فوق. برضو تقدري تختاري الالوان اللي انتي حباها. انا خلاص خلصت اهو زي ما انتوا شايفين، ادي الكمر، وعملت سطور من اللون ده، وبعدين حوالي 7 سطور او 8 سطور من اللون البيج او الاوف وايت. انا كده لما اقيسه كله على بعضه هيبقى الطول عندي 40. لاحظوا ان الكم مش بادئ من اول الكتف لغاية تحت، هو الكم بادئ من تقريبا البلوفر نفسه، الكتف بتاعه ساقط جدا. لو انا هعمل كم كامل هيبقى طبعا ممكن طوله مثلا 60 او 58. طيب دلوقتي بقى طريقة القفلة. انا هقفله برضو بنفس الطريقة اللي عملت بيها الوحدات، ثبتهم ببعض بإبرة التنظيف. مجرد بس هدخل كده في كل غرزتين قصاد بعض، وبعدين اقفله. طبعا اللون ده هشتغله بالإبرة دي، واللون التاني هغير الخيط واشتغله باللون البامبي. خلاص كده انا خلصت، وهقلب الكم اهو علشان الخياطة تبقى جوه. وزي ما انتوا شايفين بصوا الخياطة ما شاء الله يعني شكلها جميل ومش باين تقريبا، والشغل بتاعي شكله كويس. كده هنقفل الكم او هنركب الكم في جسم البلوفر. انا هركبه بالابرة العادية، وانتي تقدري تركبيه بابرة التنظيف لو عايزة. انا هنا الزراير دي كده انا جبت الحجم ده عجبني، وكمان اللون باستخدام الابرة العادية خالص، ابرة الخياطة هثبته وعشان البلوفر بتاعي يبقى جاهز. دلوقتي اهو الكم قصاد الفتحة بتاعته. انا هثبته باستخدام كده الابرة بتاعة الكروشيه. لو حابة تستخدميه او تثبتيه زي ما ثبتنا الوحدات برضو ليكي الحرية يعني، بس انا حبيت اعمله بالابرة دي علشان تديني شكل الغرزة اللي هي السطر اللي بارز ده اللي هو بتاع النص عمود. خلاص انا هاجي كده قفلت اللي تحت الباط، بس اثبت الخيط بتاعي في الجسم البلوفر. لسه هما كم يعني ما حطيتش الجزئين على بعض. وبعد كده هجيب عند الخياطة وعند الخياطة، يعني الخياطة بتاعت الباط تبقى جنب الخياطة بتاعت الكم. هدخل كده في الحلقة من هنا، الحلقة الخلفية اهي. حاول بس ادخل بس الابرة بتاعتي واخلي الخيط تحت، وبعدين ادخل هنا في الحلقة دي، وبعدين اسحب الخيط اهو خليه تحت، اسحبه يطلع من كل الحلقات اللي على الابرة اهي، واعمل منزلقة. الفكرة دي اهي بصوا اقرب. انا دخلت اهو في الحلقة دي من هنا، وبعدين الحلقة التانية من اهو ده العمود بتاعي اهو، هدخل هنا كده وبعدين اسحب كده الشغل بتاعي واطلعه من الاتنين اللي على الابرة. لو انتي شايفة ان التثبيت بالابرة العادية او الابرة، انا حبيت اعمله بصراحة علشان يديني الشكل اللي هو البارز بتاع غرزة المنزلقة. لو في اي حاجة عايزة تسألي عليها اكتبي لي في الكومنتات، وان شاء الله انا هرد عليكي. لو عايزة تعملي مقاس اكبر، لو عايزة تعملي مقاس اطفال، لو كمان حابة في اي استفسار ممكن تكتبي لي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكي. بصوا كده الشكل بتاعه بعد ما خلصته يعني. بصي الشكل القفلة شبه الغرزة اللي انا عاملاها في الوحدة. وكده البلوفر بتاعي خلص. ما شاء الله النتيجة تحفة وجميل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد.